السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة نتكلم مع بعض عن نعمل ايجنت ويكون مربوط بالتليجرام. هنبدأ كده نمسح الكلام ده ونحط هنا بوت تليجرام. هذه تليجرام والمسج. تمام. طيب التليجرام هنا طلب مننا كريدنشال. نربط كريدنشال ازاي؟ هنعمل كريدنشال، هيبقى طالب اكسس توكن واليو ار ال. بيز يو ار ال هو خلاص اوريدي موجود، هنحتاج الاكسس توكن. طب قدامنا حاجتين، يا اما هنكتب هنا بوت فازر، تمام، هيطلع لك بالشكل ده، او هنيجي على نيو تاب. لو انت فاتح التليجرام على الويب، هنيجي على نيو تاب ونكتب بوت فازر تليجرام، وهيجي لك هنا اللانش، وهنفتح اوبن ان ويب بص، وهيبدا يجي لك كل التفاصيل دي كلها. طيب سواء من هنا او سواء من التليجرام على طول، هنختار ده مثلا، نفس الكلام اهو. طيب هنا بيجي لك ايه؟ هنا بيجي لك بقى اللي انت عايزه، عايز تعمل نيو بوت، ولا تشوف البوتس اللي عندك، ولا هتedit، ولا هتعمل سيتنجز، تمام، ولا ويب ابس، ولا جيمز. تعال نعمل سلاش ونقول له نيو بوت. طيب alright, now how are we going to call it؟ هنسميه ايه؟ هنسميه مثلا ديمو. تمام. طيب تعالى هنا نختار اليوزر نيم. ايا كان اللي هتختار اليوزر نيم لازم تحط بوت بعدها اندرسكور بوت. تمام، يعني مثلا نكتب نقول برضو ديمو اندرسكور بوت. sorry this username is already taken، يعني الاسم ده موجود. هنبدأ بقى هتفضل بقى انت في القصة دي لحد ما ايه تجيب اسم مش موجود. تمام. نعمل هنا مثلا، انا حبيت اكبر الماوس علشان خاطر تبقى شايفين. تمام. طب خلاص، المهم ان احنا غيرنا الاسم وعدينا الاكسس توكن بتاعنا. ناخد كده كوبي ونروح على الاكسس توكن، نحطه هنا وندوس سيف، وقال لنا مبروك. مبروك زي الفل. يبقى كده اتربط. تمام. طيب نيجي هنا نربطه. تمام. خلاص كده عرفنا ازاي نعمل الكريدنشال بتاع تليجرام. تاني نعيد الخطوات سريعا. انت بتخش هنا، بتعمل على بوت فازر، تأكد ان هي العلامة الزرقاء دي، وبتعمل سلاش وتختار نيو بوت وبتسميه، وبعد كده هيطلب منك تسمي اليوزر نيم وهتسميه، وبعد كده تاخد الاكسس توكن ده وتحطه في ان. كلام جميل جدا، ما تنساش تعمل سيف. طيب احنا كده ربطنا تليجرام. تمام. محتاجين بس نغير حاجه من هنا. المفروض ان احنا هنا كونكتد شات تريجر. طيب هي مش موجوده دلوقتي، فاحنا محتاجين نغيرها لتبقى ديفاين بلو. طيب هنعمل ازاي؟ هنعمل اكسكيود هنا، جالنا هنا شوف عشان عملنا ايه. عملنا هنا اكسكيود، جات لنا الرساله، الاسم واللاست نيم والمسج بتاعتنا. تمام. طيب نيجي هنا هنبدا نغير حاجه مهمه جدا من كونكت شات تريجر لديفاين بلو، علشان ناخد المسج اللي اليوزر بعتها ونبدا نحطها هنا. عندنا المسج. طيب نعمل اكسكيوت، جاب لنا ايرور تاني. ليه؟ عندنا هنا اسم الميموري، يبقى نفس الكلام. طيب تعال نبدا الاول نبعت تاني، نبعت مسج، نعمل سيف ونعمل اكسكيوت. السلام عليكم، جت الرسالة. تمام. ووصلت هنا وادانا الايرور بتاعنا، السلام عليكم. تمام. نمسح دي تاني ونحطها هنا، ناخد دراج اند دروب ونحط هنا. كلام جميل، كلام جميل. طيب
هنا بقى عندنا ده كده بالنسبه للفرونت يوزر مسج، ده المسج. الاي اي ايجنت عنده ثلاث حاجات. عنده اليوزر مسج، اليوزر بعت ايه بالظبط، وعنده السيستم مسج. هنا يو ار هيلبفول اسيست، يعني هنا بتعدي له البيهيفير بتاعه، هو هيتعامل ازاي او هيرد بايه. تمام. احنا هنا مجهزين هنا كده سيستم مسج. ده هندي مثال مثلا لجيم. تمام. والجيم ده الاسم بتاعه والاشتراكات والعروض بتاعته والخدمات. تمام. طيب احنا كتبنا كده السيستم مسج. حلو. نيجي عند السمبل ميموري الاول. نيجي هنا بس عشان مش كل شويه نكتب مسج، وهنعمل هنا بن نثبتها عشان كل ما نعمل اكسكيوت يبدا يشتغل على طول، ما نقعدش نبعت رسائل. هنا يا بطل الدنيا هنا تمام، اليوزر مسج هو السيستم مسج مكتوبين، يبقى الايرور ده موجود فين؟ موجود في السمبل ميموري. ندخل هنا على السمبل ميموري، هنغير اسم هنا، هنغير طبعا connect chat rule، نقول define below. نفس القصة برضه نحط اليوزر مسج هنا، ونشوف نعمل save execute بوم كده اشتغل. نيجي نشوف الرد بتاعه. قال لك ايه؟ في القاهرة اسم الجيم، وعليكم السلام، كيف يكون مساعدتك اليوم؟ هرتغب في معرفة المزيد عن باور هاوس جيم في القاهرة. ماشي زي الفل. طيب عايزين المسج دي توصل لنا على تليجرام. هنعمل هنا تليجرام، تليجرام، وهنا برضو هتبقى الاكشن بتاعنا بقى، وهنا هنختار الاكشن send message. نكتب هنا send، النظر الحمد لله send text message. خلاص يعني هنضيف الكريدنشال بتاعنا، وهنضيف المسج موجودة اهي، اللي هي الاوبريشن هيبقى ايه بالظبط، هيبقى مسج ولا فايل ولا تشات ولا فول باك. تمام. وهنيجي على حاجتين، عندنا الشات اي دي، وعندنا التكست اللي هو الايميل او الكلام اللي اليوزر بعته. الشات اي دي ده اللي هو مين اللي بعت، رقمه كام، او لو انا اكتر من حد بيكلمني فانا لازم اعرف هو ده. الموديل بيعرف هو الرساله دي جايه من مين. دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من تريجر. هتلاقي هنا شات اي دي، تاخدها هنا كده كوبي وتحطها هنا. تمام. بالنسبه للشات اي دي، وبيجيب لك هنا بريفيو تحت هنا ايه الرقم اللي موجود. طيب التكست المسج او الاوتبوت اللي طلع من الاي اي هنا. خلاص عشان الرساله توصل لي على تليجرام. سكيوت وصلت الرساله، هنشوف الرساله. وعليكم السلام، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ هترغب في معرفه المزيد عن خدمات بار هاوس جيم في القاهره. طبعا جات لنا رساله this message was sent automatically with anything. طبعا دي عايزين نلغيها. بنلغيها ازاي؟ بنيجي هنا ونقول append anything attribute ونقفلها. هنعمل اكسكيوت تاني، جت الرساله برضو ولكن من غير الحته بتاعت anything، هي اتبعتت ايه اوتوماتيك. تمام. طيب كده ببساطه خالص يا جماعه، ده كده شكل اي اي ايجنت. زود بقى هنا تولز زي ما انت عايز، غير بقى الانبوت والاوتبوت يطلع منين. يعني هنا ممكن يكون واتساب، هنا ممكن يكون ويب هوك خاص بالسوشيال ميديا، هنا ممكن يكون فورم مثلا، وهنا برضو ممكن يوصل لي على ايميل، على التليجرام، على الواتساب. هي اللعبه كلها في داخل منين وهيخرج منين الاوتبوت، وهنا ايه التولز اللي هي اللي موجوده. وهنا اهم طبعا شيء واللي بيميز ايجنت عن غيره السيستم مسج، لها استراكشر معين. تمام. وطبعا يفضل تتكتب بالانجلش عن العربي، وبتبدا تحدد هو هيتعامل ازاي مع الكلاينت او مع الميشن او المهمه اللي انت موكله بيها. كده نكون بدأنا اول ايجنت خاص بتليجرام بتولز بسيط خاص بس بالجيميل. تمام. نبعت ونستقبل على تليجرام، وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنبدا بقى نطور نزود تولز، ونخلي بقى بدل تكست يكون فويس، بدل فويس ويكون ايمج او صوره او بي دي اف. ازاي ان احنا لما نعمل كونكت مع الثلاثه دول يستقبل صوت وصوره وتكست.
فان شاء الله تابعونا الفيديوهات الجايه، هنبدا نطور في الايجنت. والسلام عليكم.